انا ممكن اقعد اكلمك بالساعات عن احسن منتخب في العالم، لكن تخيل انا جاي النهارده اكلمك عن اسوأ منتخب في العالم. ايوه هو منتخب سان مارينو، مش هنكدب على بعض، اخر منتخب في تصنيف الفيفا، لكن عنده لحظات اسطوريه ما تتنسيش، العالم كله وقف واندهش بيها. فلو انت مهتم تعرف عن افشل منتخب في العالم ازاي عنده لحظات اسطوريه، فما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد. ولو انت استفدت اي حاجه من كلامي على سان مارينو في اخر الفيديو، انا عايزك تقول لي انا فعلا ما كنتش اعرف كده عن سان مارينو. في البداية كده احنا بنتكلم عن سان مارينو، اللي بتبقى بلد سان مارينو هي بلد صغيرة جدا واقعة في الشمال الشرقي لإيطاليا، يعني بلد جوه بلد سان مارينو هي قاعدة في إيطاليا وبيتكلموا إيطالي، ولكن حافظوا على هويتهم كبلد صغيرة. البلد مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع، وما تتخضش دي مش مساحة كبيرة، دي أصغر من مدينة نصر مثلا، بتعداد سكان 33 ألف نسمة. طبعا مش هقول لك برضو أقل من مدينة نصر كعدد سكان، بلد صغيرة فيها تعداد سكان صغير، لكن اللعبة الشعبية الأولى عندهم هي كرة القدم. ليه؟ لأن إيطاليا برضو بتحب كرة القدم قوي، فهم واخدين الطابع الإيطالي في كل حاجة. بلد بتعتمد على السياحة كمصدر دخل رئيسي ليها عشان مناظرهم الجميلة في البلد. المهم ده بالنسبة لسان مارينو ولكن كبلد. لكن هنتكلم على منتخب سان مارينو لكرة القدم، هو منتخب تأسس 1988 على ايد الفيفا، ولعب اول ماتش ليه 1990. لكن منتخب سان مارينو ما كسبش ولا ماتش لحد 2004، لحد ما كسب ماتش ودي، ولكن ما كسبش ولا اي ماتش رسمي لحد سبتمبر 2024. انت متخيل معمول بقاله كام سنة وما كسبش ولا مباراة؟ ليه؟ لان المنتخب ده ببساطة ما عندوش وفرة من المواهب. ليه ما عندوش وفرة من المواهب؟ لان زي ما قلت لك عنده 33 ألف نسمة بس، فطبيعي جدا ما يطلعش منه مواهب كتير. يا ترى كم واحد يصلح للعب في المستوى الاحترافي؟ بالظبط هم قليلين جدا. وكمان هم مش لعيبه كوره محترفين، مش بيقبضوا فلوس على الكلام ده، يعني منهم المحاسب، منهم الدكتور، منهم العامل، منهم اللي بيشتغل الصبح وبيتدرب بالليل اما يبقى في ماتشات للمنتخب. لكن زي ما قلت لك عندهم لحظات اسطوريه. احنا بنتكلم ان هم ما كسبوش لحد 2024، صح كده؟ صح كده. لكن هم اتعادلوا مع تركيا في الوقت ده. انت عارف يعني ايه تتعادل مع تركيا بكم المواهب اللي عندها دي؟ وخصوصا ان انت بلد ما بتعرفش تلعب كوره لان ما عندكش لعيبه كوره اصلا. دي حاجه فعلا اسطوريه. وكمان حققوا 2 تعادل ورا بعض في 2020، اما كانوا في فترة الكورونا استغلوا ان مفيش جمهور وحاولوا يعملوا حاجة اسطورية لنفسهم، لدرجة ان كابتن الفريق طلع يعيط من الفرحة في المؤتمر الصحفي بعد ما قدروا يلموا نقطتين ورا بعض لأول مرة في تاريخ البلد، لحد ما جت لحظة الحقيقة، لحظة تعيين المدرب روبرتو تشيفولي. روبرتو تشيفولي جه في ديسمبر 23 وتحديدا يوم 5 ديسمبر 2023 عشان يحقق حاجة للبلد دي. قال كلمة واحدة بس: انا اللي هجيب اول فوز في تاريخ سان مارينو. ليه؟ لان هو كان وراه دوري الامم الاوروبيه المستوى الرابع. صحيح اللعبه تبان سهله، انت هتلاعب اقل منتخبات في اوروبا، لكن انت اقل واحد فيهم، فبرضه الموضوع صعب جدا انك تكسب ماتش مع سان مارينو. لكن روبرتو تشيفولي ما فقدش الامل، وفي يوم 5 سبتمبر 24 حصلت المعجزه اللي ما حدش كان يتصور انها ممكن تحصل في يوم من الايام. اول فوز لمنتخب سان مارينو في ملعبهم الملعب الاولمبي بسان مارينو، اما كسبوا ليشتشتاين 1-0 بهدف عن طريق لاعب عنده 19 سنه اصلا ومش مصنف دوليا كلاعب محترف. العالم اتقلب ما قعدش. ليه؟ لان سان مارينو اخر فوز حققه في 2004 وكان فوز ودي، لكن المره دي اول فوز رسمي في تاريخ بلدة سان مارينو. الاحتفالات زي ما انت شايف، زي ما انا حاططها لك، انفجار في المدرج، محدش مصدق ان اخيرا سان مارينو كسبت. بلد سان مارينو بقى ليها شكل وسط العالم وقدرت تجيب 3 نقط بحالهم في ماتش واحد. هل التاريخ وقف لحد كده مع سان مارينو؟ لا، لعبوا ليشتشتاين على ارضها. ليشتشتاين كانت بتعدي فتره وحشه، غير ان هم منتخب سيء، وقدروا يكسبوها 3
1. هل التاريخ وقف لحد كده؟ لا، بعد تعادلهم مع جبل طارق وفوزهم في مباراتين في التصنيف الرابع رسميا سان مارينو هيخش دوري الامم المره الجايه في التصنيف سي مش دي، يعني بقى من منتخبات المستوى الثالث. صحيح هو ماشي وحش جدا في تصفيات كاس العالم، واحنا بنتكلم اصلا دلوقتي عن تاريخ سان مارينو، لكن سان مارينو كتب تاريخ كروي لنفسه بالمحاولة والمثابرة وعدم اليأس. طلع سنة او طلع اول خطوة في سلم المجد، وطلع اول درجة في تحقيق حلم كروي كبير. ليه لا؟ ممكن في يوم من الايام نلاقي سان مارينو بيوصل اليورو، ونلاقيه ممكن كمان بيحقق المعجزة وبيوصل كاس العالم. هو مش هيوصل المرة دي، بس الله اعلم، ممكن يوصل المرة الجاية، ممكن يوصل المرة اللي بعديها، طالما بدأوا يشتغلوا ويعصروا نفسهم عشان يلاقوا هدف وحلم يوصلوا له. وانا بصراحة اتبسطت جدا وانا بعمل كل حاجة عشان اعرف عن سان مارينو، البلد الصغيرة، لعيبة الكرة اللي مش معروفين، تعداد السكان الصغير، اللغة الرسمية ايطالية، لكن سان مارينو بيحقق تاريخ لنفسه وتاريخ لمحبيه. فلو عجبك الكلام ده ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناة. ده اللي كنت عايز اقوله لك، وسلام عليكم.